ضيوفا عليه في هذه الساعة. طبعا ليس هناك محاور لكي نخضع لإجباراته وأيضا لأسئلته، لذلك سأحاول أن أحلق وحيدا من خلال قراءات استعادية لتجربة مع الشعر وصلت الآن إلى حدود 5 عقود، لنرى كيف وقع ذلك التحول وذلك التطور في هذه التجربة. طبعا أول احتكاك بالشعر كان لي بقرية الصغيرة بتجافيت التي هي مسقط الرأس، وأيضا بمدينة جرادة التي يعني درست فيها المرحلة الإعدادية وبداية المرحلة الثانوية. فهناك بدأ الاتصال بالشعر وهناك بدأت الكتابة، لذلك سأقرأ نصا كتبته وفي عمر 16 سنة، أي عندما كنت في يوم ثانية ثانوي ثامنة إعدادي، وهو البداية أي من تلك النصوص العمودية التي كتبتها في بداية مرحلتي الشعرية. وطبعا لا أخجل من هذا التاليف، فهو جزء منه وهي تجربة متواصلة. استغاثة، سأستغيث من البداية. هلم ولاقيني فقد كلني الهجر، هلم بلقيا يا حبيب لما الهجر. طبعا لا تأخذوني الآن بهذا الشيء، خذوني يعني شاب مراهق في 15 سنة. يحبك قلبي طال أم قصر العمر، وإني أرى الأيام تنهار والعمر. هلم فقد جار الهوى وانقضى الصبر، وليس يرد الحب أو يفسر الصبر. على حبكم أبقى إذا ضمن القبر، فيا ليته بالحل يجمعني القبر. فكم ذا بليل الصيف شابهك البدر، ويسعدني إذ أنه وصل البدر. ذاك الوقت كانت قصة الوصول إلى القمر، وسعدت أنني يمكن أن أصل إلى القمر. وكم ذا بوادي الحي ظللني الصخر، يا حبذا لو كان يسمعني الصخر. فخاطبت حتى الماء لما جرى النهر، فمر سريعا لا يعي ذلك النهر. هذا يعني نموذج من تلك النصوص الأولى التي كتبتها ذلك الوقت. طبعا بعد ذلك ستتدرج التجربة عبر المرحلة الجامعية وما عرفته من يعني نصوص تنتمي إلى الحس الثوري المباشر بطبيعة الحال، إلا أن هذه التجربة ستعرف تطورا مستمرا لأكتبها خلال الثمانينيات والتسعينيات، نصوصا جمعت في كتاب أو في ديوان القهقهات التي نشر من طرف وزارة الثقافة سنة 2010. سأقرأ نماذج من هذا الكتاب أو هذا الديوان الذي ترجمه الصديق محمد العرجوني إلى اللغة الفرنسية. كائن لا تحتمل بهجته، كم قطفت من أمواج يا قندرة، وكم سقت من الشموس إلى مغيبها في رأسي. حين هتفت نعم، من كان يفتش عن اللانهاية ما عليه إلا أن يغمض عينيه. مرة في أعالي خلوتي قعرت قلبي شكلة التست، وجلست أحتسي نفسي. كان صوتي معي فعكفت أفرك صوتي لأقول من غير سابق شعر: الريح التي تسترسل جهة القلب فتغسله أنت،
وأنت براقي، فلا تغلقي بيني وبينك باب العناق. دراجة ميتافيزيقية في لحظة من غليان العطر في الكلمات، في لحظة من فوران الغضب العظيم، حرن الشدى في بيلسان المدى، كما تحرن القبل على شفاه القتلى. فذبحت دراجتي من الوريد إلى الوريد، وتركتها تتخبط في رمل الفراغ، فلم يسل من جيدها غير الصدى وبعض الرنين الذي تخثر في تجاعيد حيرتي بعد حين. كمن رآني لكي لا أجيء فلا أراني، أو أمر في خدل السهو وأنساني. طلبت قهوتي في الكونتوار قريبا جدا من وشوشة المقهات، وقفت مشوشا بي أدير دفة فنجاني، وأهرع من حين لحين نحو الباب كمن رآني. إذن هذه كانت التجربة التي يعني المرحلة الموالية للخروج من عمود الشعر إلى فساحة الشعر وشساعته، فكانت هذه التجربة بطبيعة الحال. بعد ذلك طبعا ستكون هناك محطات كثيرة، سأحاول أن أقتطف أو أن أقرأ بعض المقتطفات من بعض أعمالي الشعرية المنشورة، وأيضا مما لم ينشر بعد. سأقرأ بعضا من كتاب الشطحات، كتاب شطحات الدرويش. وله بما تخثر من نديد الضوء، وما تضوع من ضياء الحب في خلدي، جئتك يضيئني خبري، فكورت لي أرضا من صلصال القواميس، وتركتني أنفخ فيها من خبلي. صبحي ضرير بدونك ونبضي أبكم، فكيف أحيا حين لا تشرقين، وأنا لا أعرف كيف أكتب ولهي بعكاز، ولا كيف أدور حولك بقلب يدور معي وأنت لست فيه. بك وحدك أزدحم، جسدي لا يكفيني كي أعشقك، عذرا سأخلعه. أنا هكذا أخف بدونه، أنا الآن أشف، فكيف لا أدرك ما لست به أدركه. رشيقا أدور وهذا جسدي مثل معطف على ذراع الروح أحمله. كفك مرآتي حين أقرأه أراني، فهبيني نور التجلي كي أعرفني في كفك حين أراني. سآخذ زينتي الآن وآتيك أنيقا، أتقطر عشقا، فأنت إن تشميني أرى عطري في المرآة. أمر بطبيعة الحال حسب أنت حالي، أنت ذهولي وابتهالي، أخلعني عني وأهفو بلا جسد إليك، فيحرقني سرك قبل الوصال، ويعبق ليلي بالعناق. أنت حالي وأنا في مهب الجوى نفحك، شوقك الجمر، وهذا يا مولاتي قلبي من دوران قد استوى مبخرة لك، فانظري على القلب من عود الند واللبان وعنبرك. عشقت السماء حتى ازرق من الهوى نبضي، وغص بالنجوم دمي، فمن لي غيرك يا ربة الشطح،
يداويني بالحب من الحب. الآن في أوج جذبتي أعترف أنا من سلالة الشهب، وهذا البدر من صلبي. لم يعد لي متسع من الكتمان، إنه شبهي حين يطل يفضحني. كان نطفة شعر وحين اشتبكنا يا مولاتي بالقبل رأيته يطلع من قلبي. كل ما قال أو سيقول الشعراء عنه أنا في الأصل قائله، إني أعترف من نسلي هذا القمر. ألم تسمعوه في عز الليل يناديني أبي؟ ومن ديوان برشقة أكروبات بطبيعة الحال الذي يعكس تجربة أخرى، يعني ذلك الانتماء لقصيدة النثر بكل زخمها بطبيعة الحال وسط ميول أخرى فنية وجمالية في كتابة الشعر. أكتب في الهواء بمسدس فقاقيع ملون، وحذاء رياضي يضيء ويزمع، كي أوصلني في منتهى الطفولة إلى آخر العمر. فلا تصدقوا أثر الزمان دوما، وصدقوا فقاقيع أحيانا وضوء حذائي. وإن رأيتم أني بلغت من الحزن عتيا، ونال قلبي الخرف وشاخ على الممشى خطوي، وتقوس الحلم مني وأصيبت لغتي بالعته المبكر، فلا تحسبوا أنني لم أعد في حاجة إلى الفرح، أو أنني انتهيت من اللعب. لو لا تحسبوا أن رشدي سيهزمني، أو أن الطائرات الورقية لا تصلح للحرب، فإني أرسلها بلا طيار في سناء الحب من متى شئت، وأرديكم جميعا في غارة واحدة عاشقين. وإن كنتم ترونني الآن على الأرض ألهو بنفاخة فوق أنقاض حارتنا، أو قرب ثقب مدفع على جدار المدرسة، أو حتى في حفرة صاروخ، فتأكدوا أنني في حالة حرب ضد الحرب. طلقاتي صوبكم قبلاتي، وقصفي الضحكات، لا يكل الحديد إلا الحب، وإنها لحرب حتى نسقط في ساحة الحب أجمعين. أكتب بحنين مغترب، أفتح باب القصيدة صباح العيد، فلا تعايدني غير الريح، آخذها بالأحضان وأقبلها أربعا على الخدين كعادة أهل البلد. أرفع البراد الفضي عاليا، وأصب لها كأسا بالنعناع مرزز كي تبادلني صوت الرشفات. أمد سحن الحلوى إليها فتختار بلا تردد كعب الغزال. مرحى أيتها الريح مرحى، تشرفت بكريم هبتك صباح هذا العيد، فلولاك ما اصطفقت كلماتي، وما مالت الرياحين على بعضها في عصائص القلب، ولولاك ما هسهست ستائر الذكريات، وما تحركت صور الأحبة على الجدران. وبمناسبة حضور أصدقاء من مدينة جرابة، سأواصل القراءة بنص بإعصار عامل بمنجم الفحم. أكتب بإعصار عامل بمنجم الفحم، خوذتي لغتي، وعلى جبيني أحمل حلمي شكلة المصباح، قلبي بطارية الشحن، وضوئي من تلقاء نبض أقدحه كي أشق حلكة الأنفاق. بإزميل من معدن أحفر منجم هذا المجاز، أتغلغل زحفا على الحرف نحو بواطن القول،
وأنا حاذر أن تنهار علي أشعاري، حتى أني كلما وضعت كفي على صدري اشتبه الأمر علي. أهي دقات نبضي أم ضربات الإزمير في باطن الأرض؟ أتصبب شعرا وتسير القصيدة أسطرا على الفودين، وهذا حبري من غبار الروح أصنعه، فلا يعجبن لأمري منكم أحد إن كان سيسمع حشرجة في رئات الكلمات، أو كان سيسمع للمجاز سعالا، لأن قصيدتي حتما ستصاب في النهاية بالسيليكوز. طبعا ستستمر التجربة بعد ذلك مع الهايكو الذي لي فيه الآن حوالي 5 أعمال شعرية. يمكن أن أقرأ بعض النماذج طبيعة الحال من هذه الأعمال لكي لا أخذ كل واحد على حدة. طبعا هذه الفلاشات ينبغي أن نتلقاها بقدر ممكن من التركيز. كرنفال على خد الطفل الضائع دمعة بالألوان، في عز الصيف مزهرا لا يزال اللوز على تنورة نادرة، من النبع أحكم وجهي وأشرب، يحز في القلب أن تبيت في البرد أيها القمر، ببرهة الطاووس وظله معا بالألوان، تمرين بقلم رصاص أرسم قوس قزح، 8 مارس على ورود وزرتها تمسح بائعة الفطائر، بدون ترخيص تتجمهر أوراق الخريف، على حافة البئر الدلو يملأه المطر، حصوات الوادي لم يسقلها سوى حنان الماء، ارتبكت كتبت الزهرة وشممت الهيكل، ماذا تقصد الريح؟ أنا أزرر قميصي وهي تفك، البازرجي بمنشة دوم يقول لا، بالأزرق تعيد الموريسكية طلاق الزقاق الأزرق، الحكوات في طربوشه يجمع قطرات مطر، من الصيف الماضي قميصي المفضل ينقصه زر، بدون نعناع يطلب شاي الصباح بائع النعناع، فراشات على أزهار في ذهني تحط، شمس الظهيرة ما أقصر ظل الشاعر الكبير، ما أكثرني مع قطرات الندى أتقاطر، زقاق خالي نتبادل التحية أنا ورجل لا أعرفه، وجها بوجه أنا أسب والمرآة تسب، في آن من فم المترشح بخار ووعود، النافورة ديال المكيدة لتعذيب الماء، بركة صافية العصافير تحلق في الأعماق، عائدا من الأندلس يا للجرح يا لرغوته البيضاء، ظلمة المرآة ضريرة لا تراني، النهر غائل الماء يجهش بالمطر، نهاية العرض المهرج
بوجهه الحقيقي جنبا لجنب. عامل الفحم يسعل وظله يسعل، مرة تلو مرة أعد سرب الحمام وأخطئ، مرة تلو مرة أعد سرب الحمام وأخطئ. اليوم كل تمام، حتى سيارتي يتكفل بغسلها المطر. اليوم كل تمام، حتى سيارتي يتكفل بغسلها المطر. شكرا. طبعا بعد الهيكو دخلت أخرى جديدة، لا أدري مدى مدى نجاحي فيها أو لا، على أي استمرت روح الهيكو في نصوص شعرية أخرى. في هدنة حب أستعيد الآن وطيس العناق، وأقيس الوقت بالقبل إلى حين اندلاع عشقك من جديد. ألهو بقلبي قليلا أربطه ببريق فتلته من عينيك، ثم أطلقه طائرة من ورق في سمائك يرفرف عاليا، وزمامه أبدا في يديك. هنا في هذه الأعالي تصير السماء أقرب، ويصير الطين في قدمي مجرد ذكرى من كوكب الأرض. هنا سأدخل بالريح وأنتظر الله في هذه القمم حتى ينتفخ بطن الريح وتنجبني. هنا في هذه الأعالي أحبو مثل عاصفة صغيرة حتى أتعلم من تلقاء سجيتي كيف أهب. هنا في هذه الأعالي أرضع من ثدي غيمة شاردة، وأعوي مثل ذئب حتى أعثر يوما ما على لغتي. هنا أفرك حرفا بحرف عسى أن أقدح لي شرارة وأكتشف النار. مطر طارق يزخ الآن على باريس، والكلمات تسرع هنا وهناك بممطرات أو تختبئ لحين تحت سقائف الباصات. المطر على باريس وأنا أهفو لو كان الآن على وجدة. شجرة العناب هناك بالباب بدأت حلمها هذا العام، وليس هناك من يسقيها أيتها السماء سواك. في هذه الأثناء تخرج الكلمات إلى الساحات، تخرج بتيشيرتات هفهافة وشرطات بقمصان شفيفة وتنورات قصيرة وجينزات. معذرة، لا أدردش الآن في الماسنجر أو الواتساب، ولا أرد على المكالمات، إنني أركب جملة في هذه الأثناء. في هذه الأثناء تتجمهر على ضفاف السين الكلمات وتهتف نخبة الحياة. فلأنتظر هنا رعشة الشعر، فلأنتظر عناق الكلمات سائبا من غير مواعيد. الآن بساحة سان ميشيل أنتظر كلمات تخرج مترنحة من البارات لتصطف لي هكذا من تلقاء سكرها في جمل، وتستوي لي في آخر الليل قصيدة في غاية الثمن. في رأسي مستعمرات نمل أحمر، في رأسي مستعمرات نمل أحمر، مسرعا يجر كلماتي وأنا أتفرج ذاهلا لا أعرف ما أكتب. هكذا أحب أن أخضر وأخضر حتى تظن العصافير أني شجرة فتحط فوق أغصاني. هكذا أحب أكتب ارتعاشة الغصن
كلما طار من فوق الغصن عصفور. هكذا أحب أن نكون أنا ونسيم الصبح صديقين نهب معا في اتجاه البساتين. هكذا أحب أخرج مني وأصير حقل رمان، كلما رميت بشيء طارت من بين أغصان الحساسين. هكذا أحب أن تحبني كلماتي، أن تقبلني فتظهر هكذا أشعاري مجرد أثر لأحمر الشفاه. هكذا أحب أن أصغر وأصغر وأصغر حتى أصير لقامة زهرة في الخلاء بلا اسم ولا أصيص ولا سياج. يكفيني أريجي وكأسي وتويجي وبتلاتي، يكفيني حنان الريح هناك في الربع الفسيح. هكذا أحب أن أنسى من أنا وأصير زهرة في الخلاء. هكذا أحب أداعب شعر غيمة حتى أمطر فتبتل عبارتي ويظهر من تحت اللغة النهد. هكذا أحب أتدفق وأبالي بالغرق. هكذا أحب أن أكتب بالفراشات كلما خططت مفردة تطير. هكذا أحب أن يتم الحرف بهجته علي. هكذا أحب أن يتم الحرف بهجته علي فأكون كما أحب. أنا النبع، أنا الجدوى، وأنا النصب. إذا هذه كانت واحد تحقيق عبر تجارب مختلفة من كتابة الشعر بدءا من المرحلة الأولى إلى الآن. وبطبيعة الحال لابد أن هناك تحول أو قلق مستمر في عملية الكتابة، وربما ينتبه إلى هذا العديد من الأصدقاء ومن النقاد الذين يتناولون جزءا من تجربته من حين لآخر. وأشكر بعضهم الذين يحضرون معنا الذين لمسوا بعض الجوانب من هذه التجربة، وأنا رهن إشارتكم في أي تفاعل. شكرا. وضحت فيها. بارك الله. شكرا جزيلا سي سامح درويش على هذه الجولة الكونية في عالم الطبيعة وعالم الإنسان بهذا الشكل الإبداعي المتنوع الجميل. أيها الحضور الكرام، نفتح الآن مجال للدردشة. السلام عليكم. سي سامح درويش، لقد جلت بين مختلف الأجناس الأدبية إبداعيا. قد بدأت شاعرا، انتقلت ساردا، ثم تحولت إلى الشعر. هل الشعر يسكنك أكثر من السرد؟ في الحقيقة سؤال سبق أن طرح، ولكن سبق أيضا أن تمت معالجته بأشكال خاطئة أحيانا. فالحقيقة أن الأصل في مشروع الأدبي هو أصل شعري. هذه الحقيقة أنني انطلقت شاعر، انطلقت أكتب الشعر وأنتمي إلى كتابة الشعر، لكن في مرحلة معينة وجدت نفسي أن إما أن أكون تكرار لأصوات أخرى أو أن أبحث عن صوت خاص. هذه في المرحلة الجامعية طرح على نفسي هذا السؤال: هل سأتابع في تجربتي الشعرية أن أكون مثل الآخرين، أو علي أن أبحث عن صوت خاص أو عن تجربة خاصة، أي أن أنقب جنانيا عن أشياء أخرى ربما سأستفيد منها في تجربتي.
مما جعلني أتوقف عن كتابة الشعر لفترة طويلة من الزمن، قد تجاوز 15 سنة أو قرابة 20 عام. وتلك الفترة يعني استهواني السرد، يعني لم يعني كتبت رواية ألواح في تلك الفترة، وهي رواية مكتوبة بنفس شعري، هي رواية مكتوبة بنفس ملحمي شعري ملحوظ جدا، بالرغم من وجود يعني الشخصيات والزمان والمكان وكل مقومات الرواية، لكنها مكتوبة بنفس شعري. كتبت أيضا هباء خاص الذي هو عبارة عن نصوص كنت أكتبها في البداية يعني كنصوص غير مجنسة لا تنتمي إلى القصة، فكانت عندما بعثتها إلى الملحق الثقافي بجريدة الاتحاد الاشتراكي آنئذ في الثمانينيات، كانت تنشر في الصفحة الأخيرة أقواس. الملحق الثقافي كانوا دايرين واحد الصفحة الأخيرة كانت يعني جميلة، صفحة يعني كانت لها عندها واحد الجاذبية معينة، فكانت تنشر هذه النصوص في هذه الصفحة الأخيرة من أقواس. وعندما جمعت هذه النصوص أصبح من يرى فيها أنها نصوص قصصية من كثير من الأصدقاء النقاد، فجمعتها في كتاب خاص كسرد. لكنني بعد ذلك عدت إلى الشعر برؤية أخرى بجماليات أخرى، وهذا ما أعطى كتاب القهقهات الذي يعني كتبته مباشرة بعد الخروج من هذه المرحلة، مرحلة التأمل. إذن الأصل في تجربتي وفي مشروعي الأدبي هو أصل شعري. شكرا سيدي. شكرا. السلام عليكم. شكرا سي سامح درويش على هذه الجولة الشيقة التي جئت بنا بين ضروب الكتب وضروب هذا المنظور. ويحضرني ما يقول أحد القدماء لما قال بداية لابد أن يعتريها النقصان، إلا أن هناك مقولة أخرى تقول إذا حسنت البدايات حسنت النهايات. وإن البداية لديك كانت حسنة، وربما كانت يعني ربما أقرب شبه مكتملة في مجال الشعر العمودي، ما سمعناه في البداية كانت حسنة وشبه مكتملة في مجال العمودي. الآن وأنا أعرف السيد سامح درويش أنه الآن يعني صار إلى أصناف أخرى من الشعر، خصوصا الهايكو الذي أخذ كان مبلغا منه. إذا السؤال نطرح الآن، ما نصيب الشعر العمودي في إبداعاتك؟ شكرا ديالنا سي طنطاوي، شكرا جزيلا لك. طبعا كتبت العمودي في البداية، وهذه ديوان مجموع تحت عنوان في نعومة الأشعار، هذا منشور بطبيعة الحال هو في الرفع. طبعا من بعد تطورت التجربة كما قلت عبر مسارات مختلفة، إلا أن يعني تلك التجربة الأولى الشعر العمودي ما ولدت منها، ربما ولدت إيقاعات داخلية، هذا هو أساسي. يعني أستطيع أن أقول أن الشعر العمودي لم ينتهي في ذهني، لم ينتهي، بل بقي كإيقاعات، ربما بقي يعني يعني ظلال قد يعني تميل أحيانا على الصورة الشعرية، أو تميل على اللغة، أو تميل على الجملة الشعرية. فمثلا أنا عندما أكتب أتحاشى أن أكتب 5 متحركات مثلا، أو 4 أو 5 متحركات أجدها يعني غير مستساغة بالنسبة لي. يعني أكتشف أن هناك ذوقا يعني عميقا ربما أصله من تلك التربية العمودية التي مررت بها في تجربة أو في مرحلة ما، ولعل مرحلة الشباب يعني تترك أثرا وتترك ندوبا كبيرة، والندوب لا يمكن أن تمحي من على الجسد.
نفتخر بك بعد أول وقبل كل شيء كونك عندك ابن المنطقة وأنك عميد الشعر هايكو. هذه حتى واحد ما غادي هذه من جهة. غير من جهة ثانية بغيت نعرف التقييم ديالك حول الأقلام اللي راك كتكتب الآن الشعر هايكو، وربما أنت كنت سبب باش حفزتهم. يعني بكل صدق واش فعلا هذاك اللي كيكتبوه شعر هايكو كيرتقي لذاك الشيء أو فقط غير فضول أستاذ بدون ذكر الأسماء؟ نعم. أولا أعتبر أن يعني إقبال عدد كبير من الشباب ومن يعني من الشباب من أجيال مختلفة بطبيعة الحال على كتابة الهايكو، لأنني أعتبر أنها خطوة للاقتراب من مجال الشعر ومن مجال الفنون بغض النظر عن النجاح في هذه يعني التجارب أو عدم النجاح. فيعني أنا لا أقلق من يعني أن يصبح كل الناس شعراء أو كل الناس يكتبون الهايكو، لأن لا أعتبر الأمر امتيازا، لا أعتبر أن كتابة الشعر أو كتابة الهايكو هو امتياز يجعل من الإنسان إنسانا آخر يعني مختلف عن الآخرين، لكنه يعني هو جوهر في وجود شخص ما. طبعا الكثير من الأسماء التي تكتب الهايكو الآن يعني أعتبرها يعني خارج سياق الهايكو، لأن أنا شخصيا كلما اقتربت أكثر من الهايكو، وأنا طبعا قد شبهته بطائر السبد. طائر السبد اللي هو واحد الطائر ربما يعرفوه بعض الإخوان اللي كيشبه اللون ديال الأرض. طائر السبد أو ملهي الرعيان كتسمى ملهي الرعيان، هو يعطيك الانطباع أنك قادر أن تقبض عليه فتقترب منه، وعندما توشك أن تقبض عليه يطير أماما ولكن ليس بعيدا، يطير أماما أقرب ويعطيك الأمل أنك قادر على أن تقبض عليه، فتقترب مرة ثانية فيطير خطوات أخرى، ثم هكذا إلى أن تغيب عن ما كنت في شأنه، أي أنه يلهيك عن أشياء كثيرة. فبطبيعة الحال الهايكو يشبه هذا الطائر الذي يصعب أن تقبض عليه، وإذا قبضت عليه فإنها ستكون أعجوبة. فأنا إن نجحت أن أكتب بعض النصوص هايكو وأن هذه النصوص ستبقى بعدي فهذا نجاح كبير. 5 أو 7 أو 10 نصوص يعني تكون يعني تستطيع أن تحفر في الوجدان الإنساني، فهذا أمر عجيب. فباشو نفسه المعلم الأول للهايكو في اليابان قال أنه يعني كتب الآلاف من نصوص الهايكو، لكنه طبعا في النهاية يبقى الإنسان هو عما يمكن أن يبقى، فلا يصح في النهاية غير الصحيح. فأنا يعني أقرأ الكثير من يكتبون الهايكو سواء في مدينة وجدة أو خارج في المغرب أو عبر الوطن العربي أو عبر العالم. فيعني بقدر ما يتعمق الإنسان في معرفة هذا النوع الشعري بقدر ما يرى أنه من الصعوبة جدا أن تكتب الهايكو صراحة. فالآن يعني لا أكتب الهايكو إلا يعني بعد تركيز كبير، لأنه مسألة موت أو حياة، ليس فيزيقي ولكنه جمالي، لأن يعني أنها ضربة ساموراي. يعني من الصعب جدا أن تكتب الهايكو بالرغم من أنه يبدو سهلا ويمكن أن يمارس، لكن الهايكو في عمقه الروحي والجمالي هو شيء آخر. أقرأ بعض النصوص الجميلة أحيانا لبعض الأسماء، لكن يعني عندما تغربل في العديد من ما يكتب هو يعني الحقيقة خارج متطلبات الهايكو الجمالية. السلام عليكم. أولا أشكر الإخوة المنظمين لهذه الفسحة الشعرية، أشكر الأخ سامح درويش على هذه اللحظة الجمالية والشعرية التي أتحفنا بها في هذا الجو القائم الذي برودته
زوي لا تستمر إلا مع استماع إلى نصوص جميلة وتحتاج كما قال إلى تركيز. وربما السؤال الذي كنت قد حضرت فيه سبقت الإجابات عنه في سياق الإجابات الطرطاوي، وهو استمرار الحضور الإيقاعي داخل الشاعر حتى وإن غير أشكال الكتابة، وقد أجاب عن الاستفاضة. لهذا سأتحول إلى سؤال آخر ويرتبط بتجربة سي صالح درويش بشكل خاص، فربما هو أكثر الشعراء المغاربة أو العرب أو في المنطقة على الأقل تحولا في تجربته، يعني الانتقال من العمودي إلى شعر تفعيلي ثم إلى الهايكو ثم إلى ما بعد الهايكو. وربما في كل أو بين كل مرحلتين هناك تجارب مضمرة وخفية. ألا يمكن أن نقول إن الشاعر الذي يكثر من التحول يعني هو أكثر الشعراء قلقا وأكثر تفكيرا في التجربة، لأن ربما الشاعر الذي يطمئن إلى تجربة معينة ويكرر النصوص فقد لا يفكر فيها كثيرا، فهو بحكم امتلاكه للغة معينة وإيقاع وكذا فهو ينتج ربما باسترسال وإن لم نقل بإسهال. لكن الشاعر الذي يؤمن بالتحول ويفكر في تجربته كثيرا ربما هو أقل كتابة. إلى أي حد يحضر هذا التفكير وهذا البعد النظري المضمر التجربة ديال صالح درويش؟ شكرا أستاذ الشاعر الطيب هيلي. طبيعة الحال سي طيب يلامس بعض الأشياء العميقة في تجربته، لأنه سبق له أن تناول جوانب منها، وأشكره بهذه المناسبة. أكيد أنا شخصيا لم أعرف لحظة طمأنينة في الكتابة، لم أصل إلى مرحلة ثبات في الكتابة. يعني أنا من الرحل في الكتابة، يعني لست إنسانا مستقرا في تجربة معينة أو في لون معين. حتى بالنسبة للسرد والنطق والشعر فليس لدي حدود، ما عنديش حدود ما بين الكتابة، فأكتب يعني شحنة الكتابة هي التي تملي علي شكل ذلك النص. يعني أكتب السرد وأكتب الشعر، أكتب الهايكو، أكتب بدون عقدة وبدون أنني أريد أن أراكم شيئا ما في هذا الجانب أو ذاك. فأنا أكتب وفقا لما تمليه علي جوارحي، وفقا لما أجد فيه ذلك الشغف الذي يحملني إلى الكتابة. فأعود لأقول بأنني لا أطمئن ولست أعيش لحظات طمأنينة في الكتابة، فهناك قلق مستمر ليس للتجديد بمعناه أو التحديث بمعناه السطحي، ولكن هو هكذا هي حالة وجود هي التي تبعث أو تجعلني أفكر هكذا وأكتب بهذه الطريقة. فليس هناك استقرار، ليس هناك ثبات، ليس هناك اطمئنان، هناك بحث مستمر عن جماليات مستمرة، بل أنني أصل أحيانا أنني أستطيع أن أكتب بدون لغة، أستطيع أن أكتب بدون كلمات، أستطيع أن أهب وكأنني أكتب، أستطيع أن أصلح شحنة سابحة في الكون في الفضاء. هذا نوع من الكتابة، نوع من الشعر. أستطيع أن أكتب بمواد أخرى غير اللغة، أكتب بالطين أو الخشب أو أن أصبح شيئا آخر. حتى حالة شاعر لم تصبح حاجزا، بل يمكن أن تصبح شيئا آخر، يمكن أن تصبح بناء أو حدادا أو غير شيء أو غير ذلك، لأن الشعر يشطح بك ويلعب بك ويرميك في كل اتجاه.
شكرا سي. السلام عليكم. الجماعة الأستاذ الدرويش على الاستضافة خلاص الصوت فاصل عظيم. سخينات يجيب شوية. وفي الحقيقة يعني سمعنا واستمتعنا، وكانت صلة الرحم نلتقينا مجموعة ديال الأخوات والأخوات. ونقول لكم صراحة أن حتى الأستاذ الشاعر مودع سميح درويش كنت نعرفه افتراضي على الفيسبوك، كل مرة كنتلاقى به يعني شخصيا. المسألة اللي بغيت نثيرها هذا التحول من العمودي الهايكو والقصيدة النص إلى آخره، أنا كنت تبين لي بأن هذا تجسيد لواحد الارتباط بالشعر العربي في حد ذاته. ابتداء من الجيل ديال 26 مع البياتي ونزيك الملائكة والماغوت وغيرهم، كانت مجموعة أسئلة قلق وجودي بالنسبة للشعر العربي، واش يبقى في العبودي، واش يمشي لقصيدة النثر أو الشعر الحر أو يسمى السر التعليم إلى آخره. حتى وصلنا لمسألة الومضة والهايكو وغيرهم، لدرجة أن دائما كاين هناك سؤال كبير: الشعر العربي أو الشاعر العربي واش يبقى راسو ولا مازال؟ مثلا عند المشارقة كيقول لك أنا شاعر قصيدة النصر، ولا أنا شاعر سر التعبير، ولا أنا كنتشبث بالعامل. هذا يعني أنا كنسميه واحد الارتباك في الحداثة اللي مازال ما لقاتش راسها، يعني الشعر العربي مازال ما لقاش راسها. ثاني حاجة هو هذا الهروب إلى ما هو قصير، قصة قصيرة جدا، الومضة، الهايكو، كأننا رجعنا لذاك العهد ديال البيست سيلر ديال الهروب إلى ما هو قصير جدا، أن الناس ما عندهاش ذاك النفس الطويل وتقرا روايات وتقرا قصيدة مطولة إلى آخره، يمشي غير اللي قصير. نرجع لمسألة الهايكو، ما عندنا أستاذ جاوب على واحد الجزء منه. هناك من يعتبر الهايكو دخيل على الثقافة الشعرية، لأن أنت قلت لي يضرب بزاف دخيل على الثقافة الشعرية العربية، بحكم أنهم كيعتمدوا على القواعد اليابانية، كيحاولوا ما يمكن يكيفوها مع الطبع الإيقاعي العربي. واش بالفعل نظركم هذه التجربة اللي كيعتبروها عالمية اللي هي من اليابان داخلة الشعر؟ شكرا. أولا أنا ما عنديش أي مشكلة أو هروب صغيرة فيما يتعلق بالألوان الشعرية، يعني قصيدة العمودية والتفعيلة والنثر وغيرها. أنا أعتبر أن كتابة الشعر هي جوهر لا شك في ذلك. يعني يمكن أن يتجسد هذا الجوهر في أي شكل من الأشكال، بالرغم من أن يعني بنائي الفكري يعتبر أن الشكل العمودي ربما قد يعني استنفذ في مرحلة معينة، إلا إذا ظهر يعني الشعراء يستطيعون أن يجعلون من يعني أو نفس آخر. فعندما يعني نقول يعني ظهر قصيدة التفعيلة قصيدة النثر وغيرها من هذه صيرورة لتطور شعري بطبيعة الحال. ما يمكنناش نقولوا يعني قصيدة النثر حتى هي داخلة، والرواية حتى هي داخلة، والقصة القصيرة حتى هي داخلة، وهذا ما يجعلني أقول بأنه الهايكو هو أيضا هو سقف جمال إنسان. فإذا استطعت يعني الشعر العربي أن يصبح سقفا إنسانيا للعالم، الهايكو يكتب الآن بجميع اللغات، في جميع لغات العالم، في جميع لغات الأرض. ربما هي لحظة يعني في المسار الإنساني أملت هذا الميل إلى هذا اللون الشعري، ولكن هذا اللون الشعري لا ننسى بأنه يعتبر
يعني هو مطلع للقصيدة اليابانية التقليدية التي كانت مثلها مثل ما يسمى بالمعلقات عندنا. فجاباته خطأ على البيت الأول فقط وأصبح يسمى هايكو. فإحنا يعني نقول الآن أن الهايكو هو تجربة عالمية، تجربة إنسانية، ماشي فقط أننا نكتب بدون أفق، بل أننا نحاول أن نخلق جسور ما بين الشعر الإنساني عامة والشعر العربي. فالشعر العربي ربما يعني عاش لفترة معينة في نوع من العزلة، هذه حقيقة. فبالتالي حتى يعني عدد كبار من الشعراء لولا يعني القضايا التي كانوا يحملونها ما كانوا سيجدون صدى على المستوى العالمي. فنحن نقول بأنه يمكن عبر الهايكو أن نتخاطب مع شعريات أخرى، أن الشعرية العربية المغربية تستطيع أن تتخاطب مع شعريات أخرى. ربما هذا التخاطب يكون مدخل لاكتشاف شعرنا ككل شعر في أشكاله المختلفة. وبالتالي فلا أعتبر الهايكو يعني جنسا دخيلا، وإلا لقلنا يعني أننا نرفض الرواية ونرفض القصة ونرفض المسرحية ونرفض قصيدة النثر، فكلها لم تكن موجودة كأشكال شعرية أو كأشكال أدبية وفنية وجمالية في التراث العربي الإنساني. فالأشكال يعني الأشكال الإبداعية هي يعني صناعة إنسانية، هي تراكم إنساني يمكن أن يصل يعني أوجه لدى حضارة معينة، لكن يمكن أن يكتمل مع حضارة أخرى. وهكذا فشخصيا أكتب الهايكو بدون عقدة، لأنه يساعدني على تجاوز بعض ما يجعل القصيدة العربية مترهلة. فربما بحثا عن رشاقة ممكنة للشعر العربي أو مساهمة في البحث عن رشاقة جديدة للشعر العربي. أكيد أن الشعر العربي أعطى قمم، ولا يمكن أن يعني لأحد أن ينكر هذه القمم من الجاهلية حتى الآن. لكن مع ذلك فينبغي أن يتلاقح هذا الشعر أو هذه التجارب الشعرية مع ما يعني يروج على المستوى الإنساني وعلى المستوى العالمي. ربما ستكون نوافذ يعني تفتح لاستفادة الشعر العربي من هذه، مثلا أقول على الطرورة والقصر، على التركيز، على التكثيف، على اللغة، على الصورة، على المجاز، على الاستعارة، على غيرها من هذه الأدوات الفنية والجمالية. أليس من الممكن أن نعيد النظر في تمثل هذه الأدوات الفنية والجمالية ومحاولة تجديد هذه البلاغ؟ ممكن جدا أن نفتح نوافذ عبر العالم. إن نجحنا فلنا يعني أجران، وإن لم ننجح على الأقل سيكون لنا أجر واحد. شكرا سيد مساوي. السلام عليكم مجددا. حقيقة الأمر شكرا لمجموعة الثوري ومديرية جهوية الثقافة وقطاع الثقافة. شكرا لسمح درويش على الدعوة الكريمة. حقيقة لا يمكن الحديث عن الصحافة بالجهة الشرقية دون ذكر اسم شخصية سامح درويش الذي بصم هو الآخر بصمات مهمة جدا في هذا، خاصة في الصحافة الورقية، حيث كان مديرا لمكتب الاتحاد الاشتراكي في وجدة. هذه المراحل التي تؤسس للعمل الإعلامي والصحفي قبل بداية أو قبل إنشاء المعهد العالي للإعلام والاتصال، فكان حقيقة هذا يعني في الحقيقة ما نذكرش المجهود ديال الرجال ونساء التعليم، هم من أسسوا للفعل والعمل الصحفي الإعلامي بالجهة الشرقية وبالمغرب كافة. سؤالي الآن يطرح على السي سامح درويش هو أن تاريخ الصحافة بالجهة الشرقية
مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس أو مرحلة الرواد، ثم المرحلة الثانية هي مرحلة القنطرة اللي كان منها السي سامح درويش، ثم المرحلة الموالية هي مرحلة ما تعرفوا التحول، يعني أو التحول من الورقي إلى الإلكتروني ومن التناظري إلى الرقمي، ثم جيل الشباب. فجيل سامح درويش كان مهم جدا، فأعطى زخم كبير على المستوى الثقافي، خاصة في الملاحق الثقافية التي كانت تصدر على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي، ثم جريدة العالم، ثم الميثاق، ثم جرائد أخرى كانت يومية، بالإضافة إلى الدوليات الأخرى اللي كانت مختصة بالشأن الثقافي. فسؤالي الآن هو كيف يعني أضافت يعني مهنة الصحافة أو صاحبة الجلالة لسامح درويش في العمل أو في الإبداع الشعري عموما. شكرا سي أبو عماد، أنا أشكرك على الحضور، ويعني أنوه باهتمامك بالحقل الثقافي وبعملك كصحفي في نقل مجريات يعني الأنشطة الثقافية بالمدينة وبالجهة. هذا أمر لأنه عندنا نقص على مستوى الجهة فيما يتعلق بالصحافة الثقافية، فهذا يعني يجب أن تخلق أسماء يعني لها لها هذه الاتيكات أنه يكون عندنا صحافة ثقافية مهنية. طبعا مارست الصحافة يعني كهواية في بداية بطبيعة الحال. يعني الكتابة الصحفية هي كتابة يعني سائلة، ما فيهاش يعني مشكل. طبعا الكتابة الصحفية تجعلك في احتكاك مستمر مع الواقع وفي احتكاك مباشر مع الواقع، مما يعني يفيد الشاعر ويفيد أي كاتب لأنه يعيش نبض الحياة ونبض المجتمع من خلال العمل الصحفي. فلذلك فأعتبر أن التجربة الصحفية خلال 20 عام 25 سنة يعني كانت مفيدة بالنسبة لي، كانت إيجابية، وكانت يعني قد يعني أفادت التجربة. وربما أنني ورثت من هذه المرحلة أيضا بعض يعني الأدوات الفنية، بعض الأدوات الجمالية التي لا زلت أستعملها في كتابتي الشعرية أو النثرية. فالصحافة هي أيضا عندما تكون صحافة بقواعدها كما يقال، فإنها يعني جنس أدبي، تكاد تكون جنس يعني أدبي أيضا. فلذلك فإنني أعتبر أنها تجربة مفيدة جدا بالنسبة لي، قد استفدت منها وخلقت من خلالها أيضا شبكة من العلاقات مع المبدعين ومع الصحفيين، شبكة كبيرة على هذا المستوى، وأعتبرها يعني مرحلة مفيدة بالنسبة لي، وأنني ربما لا زلت أعيش على بعض مما تركته في هذه التجربة الصحفية، سواء على المستوى الجهوي أو التجربة على المستوى الصحفية على المستوى الوطني. سي سامح درويش، تبارك الله عليك، دائما الأمسيات ديالك موفقة، وشكرا، استمتعنا كثيرا بالإبداع ديالك دائما طبعا. إذن سؤالي كيخص قصيدة النثر بالخصوص، لأنني أعتبر نفسي من كتابها، ويسعدني أنك تؤمن بها وتكتبها. فهل يعني السؤال يقول: هل تجد أن قصيدة النثر أخذت حقها في الوسط الأدبي؟ وهل تستحق أن تكون في قيمة القصيدة العمودية بما أنك تكتبها؟ نعم، أنا قلت أعتبر أن الشعر هو جوهر يمكن أن يتجسد في أشكال مختلفة، سواء كانت عمودية أو قصيدة النثر. يعني قصيدة النثر بالنسبة لي هي أصعب لأنها يعني يجب أن تتوفر لدى الشاعر يعني أدوات جمالية وفنية مقنعة
غير تلك الأدوات التي تقوم عليها مثلا قصيدة التفعيلة أو القصيدة العمودية. هذه عندها يعني عمود الشعر عنده يعني الرواد ديالو، عنده القواعد ديالو. أما قصيدة النظم فإنك يعني كأنك ترتمي في واحد المجال، يجب أن تكون لديك المهارة الكافية في استعمال اللغة لكي تقنع القارئ. إذا أقنعت القارئ فقصيدتك يعني ناجحة. يعني المهم أن تستطيع أن تكون لديك أدوات فنية وجمالية تقنع بها القارئ، وهذا هو المهم بالنسبة لي. وهذا خصه عمل كبير جدا باش يمكن لك تخلق أدوات فنية وجمالية على مستوى الصورة، على مستوى الكلمة، على مستوى بناء الجملة، على مستوى اللغة، على مستوى يعني القاموس، يعني على مستويات متعددة. يجب أن تكون قادرا على التجديف في هذا الخضم، في يعني في هذا البحر الواسع. إذا هكذا يعني يمكن أن أعتبر أن قصيدة النظر يعني هو يعني اختيار، ولكن اختياره صعب. يجب أن يكون الشاعر أو الشاعر قادر على أن يشحذ أدواته الفنية والجمالية بشكل مستمر لكي ينجح في عمله. شكرا. شكرا جزيلا.